اجي نقول لكم شكون هي الام المغربيه ديال جوناس لوينغ اللي كيسميوه بعض الناس الامبراطور جوناس الاول ولا يونس. مو هي حبيبه الغيب من الشخصيات البارزه في الرياضه المغربيه. كانت لاعبه ديال الجيمباز من المستوى العالي في الثمانينات ومثلات المغرب في منافسات كبيره بحال الالعاب الجامعيه ديال ادمونتون في عام 1983. تما تنافست مع اساطير ديال هذه الرياضه بحال ناتاليا يورتشينكو، وكانت حتى من بين الابطال ديال الوفد المغربي الرسمي في الالعاب المتوسطيه التاسعه اللي تنظمت في الدار البيضاء كيف ما كتشوفوا هنايا. باه هو توماس لوينغ اللي اصله من منطقه فالي. بالاعتماد على الفصل 658 من القانون المدني السويسري، جوناس تخصص في الشراء ديال الاراضي اللي ما عندهاش مولاها. بقى كيحلل السجل العقاري ويقلب بواحد الطريقه منظمه وبدا كيشريهم بثمن رخيص بزاف حتى جمع اكثر من 150 بقعه ارضيه مفرقه على 9 ديال المقاطعات. وفي نفس الوقت اللي هو عضو في المجلس البلدي ديال بيختو بنى نموذج ديال الامبراطوريه دار فيه عمله تاج وموقع رسمي. في الواقع الحالي ديال القانون الدولي وبالخصوص حسب المعايير ديال اتفاقيه مونتيفيديو ديال 1933، امبراطوريه لوينغ ما عندها حتى شي اعتراف كدوله مستقله. ولكن الا شفنا من جهه القانون الخاص السويسري، هذه المجموعه ديال العقارات اللي جمع راها قانونيه 100% وما يقدر حد يطعن فيها. بفضل التطبيق ديال القانون المدني وبطريقه ذكيه، جوناس لوينغ قدر يبني واحد الكيان عقاري ما عنده مثيل في الارشيف ديال الكاداستر في سويسرا كلها. ايوا اش بان لكم؟